أعزائي متابعيني أهلا بيكم. النهاردة ورشة تعليم الريزن لكل المبتدئين. خلينا في البداية نتعرف. أنا اسمي أشرف شندي. حاليا دلوقتي أنا بدرس الريزن لكل هواة وكل فنانين الريزن. هو الريزن هو فن جميل. دايما بقول لكل المتدربين اللي بيشتغلوا معايا لازم علشان تشتغل ريزن بلاش تبقى شايف ان الريزن مسألة صعبة. لا، هو الريزن حاجة فن جميل وهو سهل جدا لكل محب الريزن. ما ينفعش حضرتك تقول لي انا هتعلم الريزن وصعب عليا الريزن، وما ينفعش تقول لي في ناس كتير جدا بيبعتوا لي ويسألوني طب يعني لما انا هشتغل الريزن هو انا هينفع اني ابيع الريزن؟ هنبيع الريزن. عارفين ليه هنبيع الريزن؟ لان الريزن فن جميل وفن مطلوب وفن راقي. حد تاني هيطلع يقول لي بس عبوة الريزن هي سعرها غالي. كويس، بس هي بتعمل شغل حلو وبتديني كواليتي عالي وحاجة مطلوبة وحاجة جميلة. فما تخافش، يعني ابتدي واشتغل وان شاء الله الرزق ده بتاع ربنا. فخلينا بقى نبتدي علشان ما اطولش على حضراتكم واقول لكم الريزن من وجهة نظري. هو الريزن لغاية النهاردة شغل اجتهادي، احنا كلنا بنجتهد. مش معنى كده ان في مدرسة لتعليم الريزن او حاجة رولز او كله حد بيجتهد حسب وجهة نظره. فخلينا اقول لحضراتكم ان انا من وجهة نظري ان الريزن ليه 3 قواعد اساسية. لو احنا اتبعناهم وحافظنا على ال3 قواعد الاساسية هنشتغل ريزن والموضوع هيكون سهل جدا. على سبيل المثال شكوى بيجيلي دايما تقول لي انا لما عملت مثلا يعني الساعة اللي قدام حضراتكم دي عملت لقيتها من ناحية تخينة ومن ناحية رفيعة. دي القاعدة اللي دايما كلنا بنقع فيها. لازم المسطح اللي بنشتغل عليه يكون مستوي وعادل بنسبة 100%. ما ينفعش يكون بنسبة 90%. ليه ما ينفعش يكون بنسبة 90%؟ لان لو في ناحية عالية وناحية واطية او مش مستوي بالتالي هيطلع الشغل بتاعنا مش مستوي. طيب خلينا نقول طيب المصطيزة او المكان اللي هنشتغل كان هو لازم يكون مستوي، ولازم كلنا يكون عندنا ميزان مية. ميزان المية ده بنستخدمه ازاي؟ بنوزن من ال4 اتجاهات، يعني من هنا كده، ودايما ببص على الميزان من النص. ما ينفعش احط الميزان كده طبعا حضراتكم شايفين وابص عليه من الجنب كده، لا لازم اكون باصص على الميزان من فوق. فزي ما قلت لحضراتكم انا هوزن من هنا. طيب نفترض انا عندي مثلا هنا اهو الميزان مش مظبوط، عايز يترفع، برفع من هنا شويه، باجي عند الارض كده برفع القرصه شويه، وباجي من تحت من عند رجلي بحط مثلا حته خشبه حته كرتونه اعلي بيها. فزي ما قلت لحضراتكم هحط الميزان من هنا واحط الميزان من هنا واحط الميزان من هنا واحط الميزان من هنا، ودايما باخد بالاحوط واروح عامل الميزان قرص. لو ال6 اتجاهات دول طلعوا مظبوطين يبقى كده شغلنا كله هيطلع مظبوط. كان كتير وانا شغال في الاونلاين بيبقوا مش عارفين يظبطوا القرصه. لا، انا القرصه ظبطها سهل جدا يا جماعه. كل الموضوع ان احنا محتاجين طول بال شويه وما نشتغلش من فضلكم من غير ما نظبط المكان او المسطح او ترابيزه او المكتب او اي حاجه احنا هنشتغل عليها. لازم تتظبط بنسبه 100%. ودي كده القاعده الاولى، واعتقد بالنسبه لحضراتكم وصلت. القاعدة التانية وهي لازم يكون عندنا ميزان. ده أقل ميزان ممكن تستخدموه. هو طبعا يفضل أن يكون عندنا ميزان حساس. ده مفهوش يعني بيديك بجرام، ما يدكش نص جرام ولا ربع جرام ولا 1/10، ما بيديكش الحاجات دي. ولكن أنا شخصيا بشتغل بيه، ولكن لما باجي بشتغل بعاير حسب الشركة اللي مصنعة الريزن. دايما باجي بقرا اللي مكتوب على الريزن، بشوف نسبة الخلط. كل الريزن انا جايب لحضراتكم هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين 4 انواع ريزن. طبعا احنا عندنا في السوق يمكن 100 نوع ريزن، معرفش ايه ولا ايه. هنا دايما هتلاقي مكتوب ده ايه وده بي. الايه ده اللي هو الريزن الابوكسي او الايبوكسي ريزن. كل واحد بيسمي باسمه. في ناس بيسميه ايبوكسي ريزن، وفي ناس بتسمي ريزن، وفي ناس
بنسمي ايبوكسي ريزن، وده المصلب بتاعه. المصلب دايما بكتب بي وده ايه. هنا شركه بي كرياتيف عامله كذا نوع، من ضمنها الاحمر والازرق والاسود. في الحقيقه انا لما جربت كذا نوع انا ارتحت للاحمر وللاسود، هم اللي انا ارتحت لهم. طبعا انا كلنا لازم نجرب ونشتغل. هنا عامل لي اهو كاتب لي A بنسبة 2 وB بنسبة 1. معنى كده ان هنا البي كرياتيف بيشتغل بنسبة من 2 ل1. طيب نتنقل تاني للهيرو مثلا. ده الهيرو برضو عامل نسبة من 2 ل1. بقى كل شركة ليها المعيار بتاعها نحافظ عليه جدا. طبعا في الريزن، في القسط، وفي الفيري فاست، وفي الكريستال، انواع كتير ومسميات كتير جدا. فخلينا نقول لو انت هتصب صب عميق دايما بيكون نسبة المصلب مختلفة، يعني ما بتكونش من 2 ل1. في الحقيقة خليني اقول لحضراتكم ان انا يعني مع دروس الاونلاين طبعا انا اشتغلت مع كذا دولة، لقيت في بلاد عندهم الريزن بتحط نسبة المصلب من 1 ل1، وفي من 1 ل2، وفي من 1 ل3، ومن 1 ل4. لقيت حاجات كتير. المهم جدا ان احنا نحافظ على نسبة الريزن زي ما قلت لحضراتكم. يبقى القاعدة التانية لازم يكون عندنا ميزان بنوزن ونحط دايما في كوباية او اي وعاء يكون شفاف. ليه يكون شفاف؟ علشان احنا محتاجين ان احنا نبص على اللي احنا صبناه ونشوف شكله ايه. خلوني احكي لكم واقول لكم ان طبعا القاعدة التانية ما ينفعش نخرج عنها، ان احنا نحافظ على نسب الريزن ونصبها. لما هنصب حضراتكم الريزن في قلب الكوباية هنلاقي يعني لونين. يعني هو كثافة الريزن مختلفة طبعا عن كثافة المصلب، ونبدأ نقلب. طبعا احنا قلنا نمرة 1 المسطح يكون عدل، نمرة 2 الريزن يكون موزون مظبوط، والمعيار يكون بالظبط. طب حد هيقول لي طب ما انا حطيت الريزن الاول في الكوباية، حطيت 100 جرام ولما جيت اعبي لقيت 51 جرام المصلب. لا، احط تاني 2 جرام ريزن. يعني دايما خلي النسبة مظبوطة، وحافظ جدا 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 على المعيار علشان ما يحصلش مشاكل. كتير جدا بيبعتوا لي يقول لك احنا عملنا صينية او ساعة او بقالها اسبوع وما نشفتش. ده غالبا بتكون حاجة مش مظبوطة. يبقى كده تاني حاجة المعيار هيكون مظبوط. تالت حاجة برضو، ودي من ضمن تالت قاعدة بالنسبة لي مهمة جدا، ان احنا نقلب كويس جدا. دايما بقلب بعصاية خشب او بلاستيك او معدن، وبقلب في اتجاه واحد، ما بقلبش في اتجاهين. يعني انت متعود تقلب الشاي مثلا يعني عكس اتجاه الساعة، يبقى قلب الريزن عكس اتجاه الساعة. طب انت معود تقلب مع اتجاه الساعة، يبقى قلب مع اتجاه الساعة. المهم ان حضرتك تقلب في اتجاه واحد، وتقليب ما يكونش كده بقى زي الشاي بلبن اللي احنا بنقلبه بسرعة. لا، نقلب بشويش. ودايما نعمل ايه، يعني انا شخصيا بقلب ازاي، وبرضو كل اللي بحكيه لحضراتكم او كل اللي بنقله لحضراتكم ده ملهوش رولز. يعني شوف الطريقة اللي تعجبك واشتغل بيها. انا شخصيا باجي احط العصاية في نص الكوباية او في نص الوعاء. احيانا بضطر ان انا اعمل مثلا 2 كيلو مرة واحدة، فبيكون في وعاء كبير، فبحط العصاية في النص وابدأ اقلب من النص، وابتدي افتح العصاية كده لغاية لما بخش للحواف. ودايما العصاية تكون خابطة تحت، علشان لو انا قلبت من فوق كده من تحت مش هيتقلب كويس. بفضل اقلب كده في اتجاه واحد لغاية لما كل ما بقلب بلاقي اللون بيصفى معايا. هو بنبدأ بيكون متعقر، وبعد كده تحس ان فيه زي خيوط كده، وبعد كده اصفي اللون بيبقى صافي جدا، بعمل زي المية كده، وبقلب بشويش. طبعا ممكن بعد ما بقلب بلاقي فيه بابلز في قلب الكوباية. في حد هيقول لي المفروض اقلب وقت قد ايه؟ انا دايما بقول لا، مفيش وقت للتقليب. يعني قلب دقيقتين 3 4 حسب ما تلاقي اللون صفي قصادك. طب احنا خلصنا تقليب، ممكن
اسيب الوعاء يعني 5 دقايق ولا حاجه كده، تبص تلاقي البابلز ابتدى يطلع فوق. وممكن اصب زي ما انا عايز، لان انا دايما بقول خلاص يعني ما احنا ممكن نشيل البابلز في اي مرحله في الصب. طب انا دلوقتي حابب الون، حابب مثلا هلون لون واحد، بحط اللون عندي، الالوان في عندي اللون البيجمنت ده بيكون سايل، طبعا شركات كتير. نراعي دايما ان النسبه بتاعه اللون ما تكونش نسبه كبيره، دايما تكون مثلا ما تزيدش عن 3%. طيب عايز اصب، عايز الون ده الوان مايكا، عايز الون مايكا، ما ينفعش افتح العلبه واحط كده في قلب الريزن. دايما بشوف مثلا حاجه صغيره كده، ورقه حاجه صغيره، وبحط نقطه صغيره كده، برضو ما بزودش، لان الالوان دي بتبقى يعني اللون فيها بحساب، المفروض ما ازودش اللون علشان ما احسش بعد كده ان الريزن عمل عجينه. فبرضو ما تزيدش عن 3%، ممكن نقل. ودايما بحط انا نقطه كده واشوف اللون، اشوف طيب انا محتاج دلوقتي اعمل لونين، اعمل 3، وانا مثلا عامل 100 جرام او 150 جرام او كيلو ايا كان، فبفضي الوعاء ده في 3 اماكن. حد بقى يقول لي متساويين او مش متساويين، حسب ما انت عايز اللون ايه. ما انا ممكن اكون عايز ابيض واحمر وازرق مثلا، وعايز الابيض هو اللي غالب، احط نص الكميه ابيض وربع احمر، يعني انا حسب اللي انا عايز اعمله. طيب انا كده اشتغلت، هبتدي بعد كده اصب. وبعد ما هصب هنبتدي هتبص تلاقي المفروض يكون عندك هيتر زي ده، او استشوار او هيتر او ولاعه او بشبوري، اي حاجه. يعني الاستشوار ممكن اتعامل بيه، الهيتر ممكن اتعامل بيه، والولاعه نفس الكلام. دايما باخد يعني النار كده يمين وشمال، او ممكن اجي عند البابلز وايه واولع. طيب حد هيقول لي طب هو انا احط مثلا لما اجي اعبي احط الريزن الاول ولا احط المصلب الاول؟ اللي اجيب حط اللي انت عايزه، احنا نحافظ على القواعد بتاعتنا وبعد كده نعمل اللي احنا عايزينه. انا دايما بقول لكل المدربين بتوعي انا بعلمك فن الريزن وبديك القواعد وبديك الاساسيات، وبعد كده انت ابتدي جرب وشوف واعمل وتبتدي ايه قبل ايه، حاجات كده. كل ده سهل. وكده النهارده احنا اتكلمنا على بدايات كورس الريزن، وان شاء الله بعد كده في حلقات جايه انا دايما بختصر الموضوع، ما بحبش ازود في الكلام. كده وصلت لحضراتكم ازاي نبدأ في الريزن. وان شاء الله بعد كده هعمل فيديو تاني وهتكلم ازاي بقى نصنع وازاي نشتغل وازاي مثلا نعمل ساعة وازاي نعمل ترابيزة وازاي نعمل اي قطعة فنية من الريزن. اشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء. تحياتي، اشرف شندي.